دلوقتي انا ده حسابي على الواتساب، انا هعمل له حظر دلوقتي قدامكم. 3 hours later. زي ما انت شايف هنا قال لي تم استعادة هذا الحساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده غير أي فيديو أنا عملته على اليوتيوب بخصوص فك حظر الواتساب. وبعد التحديثات اللي طلعت جديدة أنا هقول لك إزاي تقدر تفك حظر الواتساب، سواء كان الرسالة اللي ظهرت لك إنك مش هتعرف تستخدم الواتساب ده مؤقت، أو مش هتعرف تستخدم الواتساب ده نهائي لأنك انتهكت سياسة الت... وإن شاء الله في الفيديو ده هنحل مشكلتين. المشكلتين دول بتظهر فيهم رسالة غير مسموح لهذا الحساب باستخدام واتساب، أو لا يمكن لهذا الحساب استخدام الواتساب. يلا بينا كده نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على فكرة هي نفس الشاشة اللي أنا عارضها عليكم، هي نفس الشاشة اللي معاك على التليفون، بس بنكبر لك كده علشان لما تيجي تتفرج عليا يبقى الصورة معاك بشكل أوضح. دلوقتي أنا ده حسابي على الواتساب، أنا هعمل له حظر دلوقتي قدامكم وهفك الحظر ده. أنا على سبيل المثال أنا رحت عندي بعمل جروب عندي جروب الجامعة مثلا، حبيت إن أنا أضيف أصدقاء كتير قوي، يعني حبيت إن أنا أضيف أصدقاء بشكل عشوائي كده. أنا هعمل معاكم بالطريقة دي. في ناس بتعمل الطريقة دي وهي السبب حظر معاك على الواتساب، إنك يعني مش بتستنى على الأقل إنك تعمل أو يعني تضيف بين الصديق والتاني، تستنى على الأقل ربع ساعة. أنا هعمل الجروب ده كله إضافة، وأرجع تاني برضو أعمل نفس الطريقة دي كده وأقول له إضافة، وأقعد كده أضيف في ناس كتير قوي بحيث إن أنا أعمل حظر معاكم زي ما أنتم شايفين على الواتساب بتاعي. دلوقتي عندي جار الإضافة وبدأ يعلق معايا، وهقول لك بقى إزاي الحظر ده حصل وإزاي تقدر تفك الحظر ده. زي ما أنت شايف هنا قال لي تم استعادة هذا الحساب، لقد أبلغت مش عارف إيه منظماتنا. المهم دلوقتي حصل حظر للواتساب، وزي ما أنت شايف كده قال لك غير مسموح لهذا الحساب باستخدام الواتساب لأنه حصل إيه حظر. دلوقتي بقى بقول له طلب المراجعة، بيقول لي هنا سيراجع فريق الدعم في الواتساب بمعلومات حسابك والجهاز للتحقق من عدم وجود نشاط يتعارض مع شروط خدمة خاصة بنا. دلوقتي أنا هاسيب لك صيغة موجودة في الرابط اللي موجود في التعليقات، الصيغة دي أنت هتقوم أنت منزلها وكاتبها بنفس النص اللي أنا هكتبه دلوقتي. زي ما انت شايف كده دي نص الرسالة، أنا صاحب رقم الهاتف، وتكتب رقم هاتفك هنا، رقم تليفونك بيبقى هنا طبعا الخاص بيه. تم حظر حسابي على الواتساب دون سابق انذار، وانا غير مدرك لاي مخالفه قد ارتكبتها. ارغب في اعاده الوصول الى حسابي الضروري للتواصل والاعمال. انا اتعهد بالامتثال لجميع شروط الاستخدام والقوانين المعمول بها. ارجو من فضلكم مراجعه الحظر والسماح لي بالوصول لحسابي من جديد. اشكركم على تفهمكم ومساعدتكم في حل هذه المشكله. طبعا انت بتروح عندك رقم التليفون بتاعك، بتكتب كود الدولة، أي دولة بيبقى ليها كود. يعني على سبيل المثال أنا لو في مصر بضغط على هنا بلس 20 وتكتب رقم تليفونك بقى سواء كان 012 010. كذلك برضو أنت لو في أي دولة تانية، لو في السعودية تبقى تقريبا بلس 99، أو في أي دولة تانية اكتب الكود وبعدين بتكتب رقم الهاتف هنا وتضغط على كلمة إرسال. زي ما انت شايف كده انا كتبت رقم التليفون بتاعي هنا، بعد كده بضغط على كلمة ارسال، واللي هنا جاري الارسال وقال لي تم ارسال طلبك، هتستغرق عملية المراجعة 24 ساعة، سنبلغك بانتهاء من خلال واتساب. لا تزال دردشات موجودة على هذا الجهاز، يعني الدردشات لسه موجودة على الجهاز بتاعك، ما تقلقش خالص من اي حاجة. انت بعد 24 ساعه، بس ان شاء الله مش هيبقى 24 ساعه، يعني استنى 3 ساعات بعد ما تيجي تعمل الخطوه اللي بعدها، ادخل بس عندك على الثلاث نقط دول واعمل تسجيل رقم جديد، هيوجهك على طول على صفحه التسجيل وتبدا تكتب رقم تليفونك زي ما هو واضح قدامك في الشاشه. دلوقتي بقى هتروح عندك على الموقع اللي ممكن تقدر تفتحه كمان عندك على التليفون بتاعك عادي جدا. هنا بيقول لك اكتب بقى رقم هاتفك، هتروح عندك على الاتصال بالواتساب. في الحقيقه ممكن يظهر لك الشاشه اللي قدامك دي، اضغط بس على كلمه اتصل بنا من ناحيه فريق دعم الواتساب ماسنجر. وكذلك برضو لو انت الاعمال هقول لك تعمل ايه. انت لو ضغطت على كلمه اتصل هنا، لو حسابك واتساب اعمال هتبعت رساله على حساب الجيميل واللي هنعملها مع بعض بشويه كده. بس خلينا دلوقتي في الواتساب العادي. تضغط على كلمه اتصل بنا هنا قدامك، وبتنزل تحت شويه بتكتب رقم تليفونك وهنا عنوان بريدك الالكتروني. شوف العنوان اللي هو موجود عندك على الحساب بتاعك. طيب انا هجيب البريد الالكتروني منين؟ كل اللي عليك بس بتروح عندك على التليفون، بتروح عندك على حساب الجيميل او حساب الاي كلاود لو انت بتستخدم الايفون. تضغط على حساب الجيميل كده وتضغط عندك على الصوره اللي فوق دي، هتجيب رقم او البريد الالكتروني عفوا الخاص بك هنا.
وانا هبدا اكتبه هنا قدامك زي ما هتشوف دلوقتي. خلاص كده انا كتبت عنوان البريد الالكتروني الخاص بيه. على طول بقوم ناسخ برضو، عامل لي هنا نسخ، وارجع هنا اقول له هنا لصق بالطريقه اللي قدامك دي كده. دلوقتي انا بقول له هنا كيف هتستخدم الواتساب. لو بتستخدم عن طريق الاندرويد اضغط اندرويد، ايفون. بتستخدم الويب او الكمبيوتر استخدم الويب، اضغط بس انت بقى اللي يناسبك هنا. انا اختار الاندرويد لان انا بستخدم الاندرويد بالطريقه اللي قدامك دي او بالشكل اللي قدامك ده. طيب دلوقتي انا لو جيت اضغط عندي على رجاء كتابه رساله ادناه، تكتب الرساله اللي احنا كنا عاملينها، اللي هي الرساله دي، اللي هي الرساله اللي احنا كنا كاتبينها في من شويه على الواتساب. دلوقتي بقول لك انا صاحب رقم الهاتف، وتكتب هنا رقم هاتفك زي ما احنا اتفقنا، وما تنساش تكتب فوق رقم الهاتف بتاعك، وزي ما احنا متفقين بتكتب كود الدوله الخاص بيك انت. حاول بس بين القوسين كده تقوم انت رايح هنا كاتب كود الدوله اللي هو +20، وزي ما انت شايف كده انا كتبت رقم التليفون بتاعي. بعد كده بضغط على كلمه الخطوه التاليه، على طول بيقوم محولني على الصفحه اللي قدامك دي كده. خلاص انا عملت ارسال رساله للواتساب خلاص كده. طيب دلوقتي في طريقه تانية او الطريقه الاخيره برضو علشان نكون قفلنا كل الطرق استرجاع الواتساب المحذوف او المحظور. دلوقتي انا بضغط على حساب الجيميل، بروح عندي على الجيميل او الاي كلاود، وبعد كده بضغط عليها ضغطه كده وبتعمل انشاء رساله. تمام. طيب يقول لك هنا من، ويجيب لك الحساب بتاعك انت الى، بتضغط هنا ضغطه واحده كده وبتبعت على الرساله اللي احنا كنا شايفينها مع بعض للواتساب، اللي هو دي الرساله اللي قدام هتبقى قدامك دي كده، اللي هي دي، اللي هي smbwebsupport.whatsapp.com. تمام. وبعد كده بتكتب الرساله او نص الرساله تحت هنا كده، ويقول لك هنا الموضوع، تكتب هنا الموضوع استرجاع حسابي على الواتساب، تمام، المحظور. المهم تكتب الموضوع انت وشطارتك بقى وانت واسلوبك. عايز تكتب نفس الطريقه دي اكتبها، عاوز تكتب اي حاجه، عايز تكتب بطريقتي مفيش مشاكل. المهم دلوقتي هنبعت الرساله اللي هي قدامكم دي، هي برضو انا صاحب رقم هاتف، وبتكتب برضو رقم الهاتف بتاعك بس بتمسح كل الكلام ده، وبعدين بتكتب الكود بتاعك اللي هو 020. تمام. وبكده برضو انا كتبت رقم التليفون بتاعي زي ما انت شايف كده، وبعد ما تيجي تنتهي تضغط على كلمه ارسال، ولا جرى ارسال الرساله، تم ارسال الرساله. خلاص كده الرساله اتبعتت. انت بس كل شويه كده تعمل ريفرش كده علشان تشوف الرساله اللي ممكن تيجي لك من الواتساب، علشان يقول لك انا هبدا افك لك حظر الواتساب. طبعا عدى فتره من الوقت كده، ما اعرفش انا مستعجل ليه، وتقريبا عدى ساعه الا ربع، وعملت كده ريفرش ظهر معايا هنا سبورت. 24 hours later. وبعد مرور 24 ساعة اتضح لي إن الحظر كان مشدد، فعلشان كده عدى 24 ساعة. أنا دلوقتي هكتب معاكم الرقم القدامي اللي هو رقم التليفون بتاعي علشان أبدأ أسجل دخول على الواتساب. هنا على طول بيبعت لي رسالة التحقق، بكتب رسالة التحقق بتاعتي، وعلى طول بيحولني على الحساب من جوه. طبعا بضغط على التالي. تمام. بعد كده هنا استنى شوية لحد ما يتم فتح الحساب بتاعي. زي ما انت شايف كده ظهر معايا كل الحساب اللي انا عاوزه او كل الجروبات اللي هي كانت عندي، والحساب بتاعك كده فتح وتفك الحظر. الحظر كان مشدد، قعد معايا بالظبط 24 ساعة. لو جيت تلاحظ في الساعة هنا عدى يوم كامل، وكده الواتساب بتاعي اتفك حظره، وكان الحظر كان مشدد علشان كده اخد معايا 24 ساعة. لو الموضوع معاك بسيط ممكن ياخد 3 ساعات 4 ساعات على الاقل، لكن هو اخد معايا 24 ساعة. وبكده الشرح انتهى. اتمنى يكون الشرح عجبك، يا ريت ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناه. مع السلامه.